عشان نرد بقى. فنان محمد صبحي فنان مؤخرا محمد رمضان من رواد وصفها بكده. مين اللي وصف؟ محمد رمضان وصف ان المسرح هو المسرح اللي بيتم اعداد ليه للفترات الطويله، وان هو المسرح اللي بيقعد سنين بيتعرض وبيجي له الجمهور وبيقعد فتره معاه وبيتعايش معاه الى ان يتم تصويرها تتذاع بعد. مين اللي حدد النمط ده؟ كل جيل بيحدد النمط اللي هو بيحبه. يعني مين اللي حدد النمط ده؟ ومين اللي اقرر ان هو ده النمط الوحيد؟ مين اللي اغلق باب الاجتهاد؟ طبعا يعني مسرح فنان محمد صبحي، مسرح خالد وقدم مسرحيات كلنا اتربينا عليها وضحكنا عليها وما زلنا بنضحك عليها وقدم نوع كوميديا مختلف عن اللي كان بيتقدم، وكافح كتير ضد الوان كتير كانت بتتقدم، لكن ما هوش اللون الوحيد اللي ناجح. كان موجود الاستاذ عادل امام، كان موجود سمير غانم لغايه وقت قريب بيقدم، ربنا يديله الصحه طبعا، مسرح، فمش اللون الوحيد. تاني حاجه ان مفيش حاجه اسمها اللون. يعني الحقيقه ان الشباب هي اللي بتختار، صح؟ في ثانيه على ما انت تيجي تكون نظريه يكون شباب مسرح مصر بقوا نجوم وبيعملوا افلام ومسرحيات ومسلسلات، في ثانيه انت لسه بتكون وجهه نظر، السوق خطفهم وخلاص وحط حساباته في ثانيه. احنا السوق اتغير طبعا، اتغير 180 درجه ولف كمان 180 درجه كمان. يعني ما ينفعش النهارده تقعد عشان تطلع نظريه في اللي انت بتتفرج عليه تقعد اسبوع، ده في ثانيه هتلاقي الراي العام على الفيسبوك وتويتر حاجه وانت بتقول في حاجه تانية. المنتج راح مع الخط الراي العام بتاع مع نسب المشاهده على اليوتيوب ومع الخط الشباب عايزه ايه، خلاص راح. تعالى يا استاذ امضي. ما كانش احمد شيبه ومش عارف مين طلعوا في يعني، صح؟ ما لهمش علاقه لا بالدراسه الموسيقيه ولا بالتربيه الموسيقيه ولا بالبتاع، ولا ليهم علاقه بحجم المشاهده. تمام؟ ومع ذلك انا ما بقارنش برضه ما بقارنش اي جيل بالتاني، كل جيل له ظروفه، صح؟ بس اذا كان في مسرح سكتشات ف انت حر كانت سكتشات فنان محمد صبحي، الهمجي كانت سكتشات فنان محمد صبحي، صح؟ ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله؟ مفيش مشكله. مش كده؟ همجي، انت حر، وايه تاني؟ وجهه نظر، سكتشات.